ده سيف اللي طول اليوم هوجو عايز يثبته، بس هنحل الموضوع في بيجا اخر الحلقه. يلا. وهنا بنعرض بيجا لصاحبها وبنوريه اتدربت على ايه. وهنا في اخر الحلقه واخر اليوم لما بيجا كانت بتطبق التدريبات مع صاحبها، قولوا لي لو كملت الحلقه قول لي ايه رايك في المستوى اللي وصلت له بيجا في حوالي 30 يوم او فين 35 الكرباج؟ يوم تقريبا. ما شاء الله، الكلبه اللي كانت بتخاف من خيالها. انا بعمل موضوع تعليمي بحت علشان اعلم صاحبها رقم واحد، اقدر اوصل لك انت معلومه على قد ما اقدر، ده رقم اتنين. الغرض من اللي انا بعمله الافاده، مش ان انا اعرض لك الكلبه ابدا. خليك متابع. لو عملت لايك للفيديو اعمل لايك للفيديو، يا ريت نعمل سبسكرايب للقناه. يلا نكمل مع بيجا. خد ومهم امسك. قوي انك تتابع كل ثانيه لو عندك كلب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده حلقه جديده من قناه ويب مستر هوجو. بيجا صاحبها جاي ياخدها النهارده، واعرفك قصه بيجا كلها في حلقه النهارده، واوريكم بيجا كانت جايه لنا ازاي وبعد التدريب عملت ازاي. خليكم متابعين، حلقه مهمه قوي، حلقه لاي حد عنده كلب عامل له مشاكل. هوريك كميه مشاكل انا ما وريتهالكوش قبل كده كانت في الكلبه. نسمع الكلام دوت من صاحبها نفسه، وهنشوف التغيير ونشوف وصلنا لفين، ونحل المشكله اللي دايره في الارض دي. ونستنى محمد صاحب بيجا جاي ونشوف رأيه، ونشوف يا ترى بيجا اتدربت كويس ولا لأ في الفترة بتاعة الشهر وست أيام تقريبا اللي قعدتهم عندنا. يلا نبدأ الحلقة. هنا كان صاحب دي بيجا جه، الخطوات وزي ما اهو. انتم شايفين رياكشن بيجا عامل ازاي. ايوه، ثانية الكلبه واحدة ادخلها بتفكر البوكس تفتح الاكره واجيلها. بتاعه الباب، يلا وان شاء بيجا، الله هنعلمها عليها في المستقبل. يلا بوكس. بيجا دخلت البوكس. تعالوا نفتح للناس ونعيش بقى مع يلا بعض ست. احداث يوم مثيره جدا، ونشوف الاخ اللي هيتثبت هناك ده. وربنا يستر. حلقه لقد النهارده جاء. حلقه مميزه ومختلفه مش عايزك تقلق من كليا. هوجو خالص يا سيف وتعامل عادي. ده بقى محمد صاحب بيجا، وانا ما حكيتلكوش حكايه بيجا قبل كده. اقول لكم انا مش هحكي لكم، انا هخلي الباشمهندس محمد هو اللي يحكي لكم. ازيك يا باشمهندس؟ ازيك يا كابتن مدحت، عامل ايه؟ منور الدنيا اقسم بالله. نورك والله. يعني مش عايز اقول لك حاجه، يعني ربنا يبارك لك في اللي عملته مع بيجا بصراحه. انا احنا لسه كانت ما بيجا، شفناش. انا من غير ما اشوف انا متوقع اللي هشوفه يعني. باشمهندس، عايزك تحكي لي عن بيجا، جبتها ازاي و... وسلوكياتها بقت عامله ازاي. وبيجا كانت اول كلب تربيه، فعايز يعني عايزك تحكي للناس عشان تستفيد تجربه اول كلب وايه اللي حصل معاك بالتفصيل. انا ما كنتش واخد في الكلام خالص، بس الموضوع جه معايا ان انا محتاج كلب الحراسه. كنت عايز اجيبه في البيت عندي، فتواصلت كده مع حد من اصدقائي، خدته معايا وقابلت حد من على الانترنت. كلمته. فانا كنت محتاج ذكر بصراحه يعني، فهو اداني الكلبه دي. حاسس ان هي ذكر. انا حاولت ان انا اشوف ويعني اسال. يعني هو باع لك النتايه على اساس انها ذكر؟ بس ده كان الفرق والحاجات اللي انا وقعت فيها. فقلت مش مشكله، اتواصلت مع مدحت وقلت له انا عندي كلبه كذا كذا كذا، حصل فيها 2 3 وحصل مشكله، وانا بعد ما خدتها. انا فاكر اليوم ده، وفاكر انت كنت حاطط الكلبه فين، كنت حاطها فين؟ في السلاكه يعني. سلاكه عصافير يا جماعه، سلاكه قطط. الكلبه دي كانت محطوطه في سلاكه عصافير. وبعدين؟ فقال لي شيلها من السلاكه على طول، ده اول حاجه تعملها من غير ما يتكلم معايا. اول ما شاف الصور قال لي شيلها من السلاكه الاول بس بعدين نتكلم. فطبعا خرجتها ومن السلاكه وكلمته، فقال لي السلاكه ممكن تبوظ عظمها، ممكن تبوظ جسمها، فبلاش السلاكه. الكلبه شكلها مش وحش. شوف، انت كنت عارف الكلبه صح؟ طبعا كنت عارف الكلبة طبعا. قعدت معاك حبه حلوين؟ طبعا. كانت تنفع تقعد القعده اللي انت شايفها هناك دي؟ يعني انت حاسس ان في تغيير؟ طبعا بسم الله ما شاء الله يعني. بجد والله يا باشمهندس، نرجع لك تاني بعد التليفون. كانت بتنطط كتير قوي. بتلحس كتير بشكل اوفر، ما عدم سمعان الكلام، عناديه بشكل كبير جدا. كانت لما انا اجيب عليها شويه، لما تلاقيني جاي داخل كانت بتعمل حمام في مكانها. بعد كده تمام جدا، غير كده ما فيش يعني كانت. حلو قوي. طب والحمام؟ الحمام بقى كانت في اي حته شغاله ما شاء الله بقول عليها لكم يا يعني، جماعه، ما مش في اي كانش في حته، دي اي كانت حاجه. بتعمل حمام وتنام عليه، بس انا مش عايز اقول لك. بس انا عايز اوري لك بيجا بقى. انا مستوعب اشوف بيجا بصراحه. انت جاهز تشوف بيجا؟ جاهز اشوف بيجا. احنا كلنا جاهزين جاهز تشوف بيجا؟ طبعا. طلع لهم الاول من غير ليش ونشوف هتتنطط عليهم ولا ايه الكلام. ثبات تام، ثبات تام. يعني عارف هي الادب ده ليه؟ عشان تاخد مكافئتها اللي هي الخروج. بص بيجا اول لما تطلع هتفاجئنا كلنا. عارف ان يعني شاء ايه الله. كلبة شايفة صاحبها دي اللي بيجا مربيها كم؟ بس من كتر ما هي اتدربت ست كويس ست، بفضل برافو. الله الكلبة ده ما قاعدة جاتلوش، ما مستنية ده شاء ما الشاور الله. وهتروح. جاتلكوش. مش كانت بتروح ده لاي ولا حد. كانها شايفاني. الكلب. بصوا يا جماعه، احنا دلوقتي هنوري الباشمهندس محمد بيجا بتريت وبليش ومن غير ليش ومن غير تريت ومن غير كل حاجه، مع ان الكلبه لسه في سن تاهيل. انتوا شفتوها من شويه، انا كنت بتعامل من غير تريت خالص. اول لما شافت التريت الكلبه بقت جزمه قديمه. اتجننت. ليه بقى؟ لان ما شاء الله تبارك الله، بيجا كلبه تفصى قوي قوي. تعالى خش عليا كده سيف، وري الناس التريت. ده التريت اللي احنا هنشتغل بيه مع بيجا، ودي المجنونه بيجا. انا بسهوله جدا اخلي الكلبه تتبع التريت
واشتغل معاه من غير ليش، بس احنا عملنا الليش عشان نعدل شويه حاجات كده اقول لكم عليهم لو في وقت في الفيديو. بيجا يلا. جود جيرل. يس. هنبدأ نعرض يس. بيجا الأول بالليش وهوريها لكم برضه وهي داون. أوف ليش، وسيف كمان شوية هيستفزني ويقول لي هي مربوطة بالأكل والمكافآت. بيجا. فأنا عايزك تتفرج علشان ده موقف مش هيتكرر كتير وحلقة مش هتتكرر كتير، إن يبقى صاحب الكلبة جاي علشان يستلمها وهيراجع معاها كل حاجة. أنت المستفيد الأكبر، فلو ما عملتش لايك وما عملتش سبسكرايب للقناة ستي. يلا بينا نعمل كده. أنا مش هفضل أقولك كده كل شوية. بيجا كم. وخليك متابع اللي جاي عشان الحلقة لسه ما بدأتش، احنا لسه ما عملناش اي حاجة. الحلقة جت طويلة علشان حلقة كلها احداث وكلها احداث مهمة، فلازم تتابع للاخر علشان تقدر تستفيد وتفيد كلامك. بصوا يا جماعه، احنا دلوقتي زي ما اتفقنا شغالين بالتريت اهو. انا هديها شويه التريت دول وهفصل التريت وهفصل الليش وهقعد نفصل كل حاجه. خليكم احنا على 4 مراحل: تريت وليش، ليش من غير تريت، من غير ليش خالص، ومن غير ليش وتريت اصلا. فيلا نكمل. بيجا ست. هوري لك كمان شوية لما بيجي تتعرض لموقف هجومي هتعمل ايه، وهوريها لك لما صاحبها هيمسكها هتسمع كلامه ولا لأ. عايزك تتوقع معايا واكتب لي في الكومنتات دلوقتي، وتعالوا نكمل حلقة ونرجع نكمل كلامنا مع بعض. ستي داون. انا ما اديتلهاش المكافاه علشان هي اتاخرت. بيجا داون. جود. هنا تاخد المكافاه. ده الموضوع الصحيح. الكلب دايما بيعمل لك تيست، الكلب دايما بيختبرك علشان ياخد المكافآت بطريقه اسهل. فانت ما ينفعش تديله المكافاه غير لما تاخد الاداء اللي يعجبك. عملت كده انت طبعا بوظت الدنيا خالص. بيجا داون. واخدين بالكم استجابه الكلبه للموضوع المره دي عامله ازاي؟ ليه؟ لان انا ما كافئتش في الاولى، هي عملت نص داون كده فما كانتش عاجباني. هنا سيف قاعد بيسخني وبيقول لي يا كابتن الكلبة بتتحرك عشان الاكل في ايدك، تعالوا نرد عليه عملي. طيب لو قلنا ان الكلبه بتعمل كده عشان التريت، بيجا نو. نو. ست. بيجا ست. جود. تريت اهو. نو. تريت اهو. تريت اهو. وبصوا بقى، احنا بقى فصلتنا ان انا هخلي الكلبه تعدي مني على التريت ده كله من غير ما تنتبه، وتبقى تركيزها كله في الاوردرات اللي احنا بنعملها. خلينا نقول ان البيزك اوبيدينس او تدريبات الطاعه الاساسيه اللي المفروض حد ياخدها، هي بتاخد سيت وداون وستي وتشيك هاند وهيل مثلا. فهم حوالي 5 اوردرات، 6 اوردرات اساسيين. انا اوريكم الاساسي واوريكم الناس اللي جت من على الصفحه وبقوا اصحابي انا عملت معاهم ايه. بيجا يلا. يلا احنا ماشيين على التريت ها. يلا. يلا. ايدي فاضيه اهي ها. ايدي فاضيه. بيجا يلا. عايز بس اعرفك ان احنا دلوقتي كل حركات بيجا فوق التريت وايديا فاضيه تماما. خليك متابع، احنا لسه ما عملناش حاجه في الحلقه. ست. داون. ستي. اتس اوكي. جيرل. يلا بيجا كم. جود. يلا جود. خد. خد. احنا دلوقتي انا وريتك بيجا بالليش، وسيف قال لي الكلبه متعلقه بالمكافاه، فانا وريته ان الكلبه مش تعلقها بالمكافاه، تعلقها بيك وهتعدي على المكافاه كانها هوا. تعالى اوري لك بيجا دلوقتي لما نشيل الليش. لا سيبي. جود جيرل. يلا بيجا يلا. ما تنساش تكتب لي في الكومنتات بيجا بتتحرك احسن بالليش ولا من غير الليش. ست. جود. داون. ستي. اوف ليش. مع ان انا المفروض ما اديلوش كلبه اوف ليش ابدا، وهي الكلبه مش اوف ليش، وده اللي انا هفهمه له. الكلام ده كله لسه في البدايات ان شاء الله. لما نيجي نكمل مع الكلبه تدريب انا هخليكم تتخيلوا معايا الكلبه هتبقى فين. صور اللي جاي ده كويس يا محمد. بيجا يلا. سب اليمين. هو كان نفسه في حركه هيل يمين وهيل شمال دي اللي هوجو بيعملها. بيجا هيل شمال. بيجا لف. عايز بس اكد لك ان اللي بيحصل مع الكلبه ده مش تدريب نهائي. الكلبه لا تجيده في الوقت الحالي. ان شاء الله لو جينا كملنا تدريب بيجا الكلام دوت هيبقى بالاشارات، هتلاقي الكلب بيعمله لوحده. بس انا زرعت في دماغها الفكره عشان لما عاوزها اعرف اطبقها بسهوله. حلو كده يا محمد.
اتبسطت؟ طيب ده بالنسبه لبيج بوجا. في تدريبات الطاعه انا اوريكم حاجه بسيطه سريعه سهله. انا مش عايز اطول عليكم كتير والله. لو انتوا حابين ان ابقى اشرح لكم الكلام ده بيتعمل ازاي، نزلت لكم فيديوهات تعليميه قبل كده، لقيت الناس ما بتحبش الحاجات دي وبتحب الحاجات اللي مش تعليميه. فاللي حابب يقول لي اشرح له بالتفصيل. انا حابب طبعا جدا. ما هو في ناس طبعا يا محمد هم بيحبوا الموضوع جدا، وفي ناس كتير بقى قوي هم عايزين يشوفوا كلب بيهوهو على كلب، كلب بيعض في كلب. كلبه نطت عليك كام نطه من ساعه ما جيت؟ لا ما فيش، ولا اصلا قاعدين مش ولا اصلا شايفاني اساسا. طب يا جماعه الموضوع ده بيحصل بلا علاقه. بيجي عندي بقالها شهر وست ايام تقريبا او شهر وسبعة ايام، ما اعرفش. هي في الحته دي انا مش بعد قوي. فانا عايزك تبقى تتابع اللي جاي ان شاء الله، علشان انا ممكن اخلي اي كلبه تعمل كده. باي ذا واي بيجي كانت جايه ملينه رجليها عامله كده، فهي كانت قاعده على كعانها. كلبه كانت مجهودها قسما بالله انا لو خرجتها من باب البيت لحد العربيه الكلبه بتنام في الارض من التعب. دي بقى بيجا الجديده اللي ان شاء الله الباشمهندس محمد هيحافظ عليها وهيخليها لي اعلى من كده علشان نكمل تدريباتها. انا ما وريتكش دي صح؟ لا. انت ما بقتش اوري له، يعني هو بالنسبه لي مش عميل. انا بعمل الكلبه كلبتي. بيجا هيل ست، بس كده. فهي دي بيجا، هي دي بيجا. طب بيجا اتغيرت شكلا ولا شكلا ومضمونا؟ شكلا ومضمونا وحركه وجسما وكل حاجه. طب ايه رايك في تركيز الكلبه؟ عالي جدا ما شاء الله. الاول كنت بنتع عليها يعني تيجي عشان الاكل ما عجبهاش. انت متوقع بيجا تكون اتعلمت حاجه في الحراسه ولا لا؟ مش قوي بصراحه. بص انا علمتها، مش قوي. انا علمتها الاساسيات الصحيحه من وجهه نظر انا. فانا عايزك تشوفها. انا هوري لك الكلبه دلوقتي وتقول لي هل الاساسيات دي مناسبه ليك ولا لا، عشان لو مش مناسبه احنا نقدر نغير اي حاجه في الكلب بامر الله. بحب اوريكم الشغل اللي بيتعمل عند الناس، طرقعه وكرباك ودراع والكلام. سوري انا مش عايز اقلل من حد ولا من مجهود حد ابدا، ولا احب اوريكم يعني ايه في كلب بيفهم حراسه بجد. طيب يا ريت تربيه الحراسه بجد يعني. الكلبه في البوتي كورنر اللي كلكم عارفين، مفيش حمام في مكان تاني. انا ما عنديش كلب بفضل ربنا بيعمل حمام في مكان غلط. فالكلب من اول لما بتيجي، ودي حاجه مهمه قوي زي ما قلت لكم قبل كده، ان الكلب من اول لما بيجي احنا من اول دقيقه بنحط له روتين وبنحط له طريقه معيشه مظبوطه علشان ما يغلطش. بيجا قسما بالله كانت بتنام على حمامها. الكلبه دلوقتي ما شاء الله حتى لو عملت حمام في الارض هي بتختار مكانين عاليين ومكان واطي في النص عشان رجليها ما تتلمس. هي الكلبه بقت شاطره قوي. الكلبه الله اكبر. بيجا كلبه وركينج لاين مستواها قوي قوي. الكلبه تبقى كلبه حراسه من التراث الاول. فتعالوا هعرضها لكم بسرعه كده في الحراسه، وبعد كده هناخد الكلبه نمشيها شويه. بيجا بيجا كم. بصوا انا ماسك لها الليش ست. لو الكلب بيحب الرابطه كده وقاعد مستني يتربط بالحماس ده قول لي، ولو ما عرفتش قول لي وانا اقول لك تخلي الكلب يعمل كده ازاي. بقول لكم ايه، تعالى هفكها الاول وبعد كده اوريها لكم تاني وهي مربوطه. بيجا بصوا احنا بنفك، مفيش تنطيط مفيش لحس. التنطيط يا باشمهندس ها الله يرحمه. طيب تعالوا نروح نجيب الطج بسرعه. هوريك دلوقتي ولو قبل سر من الطج اسرار قبل الحراسه ما حدش هيقوله لك عشان قليلين قوي اللي اقعد. يعرفوه. احنا بنبدا الموضوع باللعب ده، اقسم بالله هو الموضوع بيبقى لعب كده. خليكم متابعينا واوريها لكم في المستقبل اللعبه دي هتبقى عامله ازاي. استنوا بس اجيب الطج واجي لكم. بصوا يا جماعه ده الطج اللي قلنا عليه وده اداه تدريبيه. الكلبه متحمسه جدا، الكلبه بقت تحب العض زي ما بتحبني بالظبط. لو بصيت هنا احنا مجرد ما قلنا هيل درجة الإجادة عند الكلبة عارفة يعني ايه هيل. ما راحتش تحاول تهاجم الطج غير لما اديت لها اوردر بايت. ودي الفول بايت من أول مرة للناس اللي مستصعبة الفول بايت. الكلبة كانت بتخاف من خيالها. فول بايت من أول مرة. بيجا كم بيجا كم ست. بيجا تعالي ست. كيكو سابت المتعلق اللي بتحبه أكتر من أي حاجة. ودي جودة اوردر الاستدعاء. لو انت فاكر يا باشمهندس اول لما جيت لي قلت لي هتعمل معاك الكلام ده ازاي، قلت لك الفكره في الكواليتي بتاعت التدريب، ان الكلب يجيد. فهي الفكره في الاجاده. مجرد ما الكلب وصل لمرحله الاجاده هو ما فيش اي مؤثر في الدنيا اقوى من كلمتك. بيجا كم. بصوا هنا المكافاه هنخليها تعض على طول. بايت جود بايت. برافو برافو برافو. مهم قوي في تدريبات البايت وورك وانك بتعلم الكلب العضه، ان الكلب اول حاجه لازم يحب العضه.
وبعد كده لازم تخليه يوجدها، يعرف يعضها ازاي. الكلب مش بيعض لوحده. تعالوا بقى نشوف، عشان انا كنت حريص ان انا ادي لها كل اللي هي محتاجاه في الفيرست ليفل ده. تعالوا نشوف المؤثرات الصوتيه، الكرباج اللي الناس بتشتغل بيه بره، الحاجات دي لو الكلبه اتعرضت لها هتعمل ايه. بقول لكم ايه، انا مش هربطها لكم غير في الاخر، وبعد كده نطلع نخرجها نشوف سلوكياتها في المشي عامله ازاي. ما تقفلش يا باشمهندس، انا اجيب الكرباج واجي على طول. عايزك تتخيل معايا ان بيجا لو كانت سمعت صوت رجل في الارض او صوت بالونه بتفرقع كانت هتطلع تجري. دي بيجا ما شاء الله بعد التدريب. لسه هنستغل سيف وهنخليها تهاجمه، وهوجو هيجي يثبت سيف، الكرباج؟ والحلقه والله ما بدات. خليك متابع ما شاء الله واعمل الكلبه اللي لايك. كانت بتخاف من خيالها. ايه رايك يا باشمهندس؟ الكلبه كانت بتخاف من خيالها. فاكر ان هي دي بيجا؟ هي والله. بيجا انف، بيجا انف، انف، سيبي، جود جيرل. طيب، في الاول بنبتدي نعلم الكلب ان حتى لو الكلب اتلمس مفيش اي حاجه هتحصل. ده بصوا اهي، ما شاء الله الديفنس عندها عالي جدا تدريبات جدا الحراسه جدا. في حياه الكلب بيجا بتتربط نف، على اسس علميه. اولها بتعلم الكلب ديفنس، وبعد كده بتعلم الكلب ياتاك يعني. طيب تفتكروا لو خلينا حد غريب عن الكلبه هو اللي يعمل كده او يطرقع بكده، الكلبه هتخاف ولا هتهاجمه ولا ايه اللي هيحصل؟ احنا طبعا معانا سيف هنستغله، مش هنحل سيف بس. عايز يستغلوا هوجو. لا، ما انا في الاول هامن على هوجو. سيف لو مسك دي قدام هوجو الله يرحمه سيف، عشان كده اقول لك هناخد دراع نبيعه بالكيلو. اتفضل ادخل بس هوجو، اقعد دلوقتي معلش خليك معايا. هوجو يلا ادخل البيت، يلا على البيت. طيب روح اقف عند محمد، او تعالى هنا، خليك زي ما انت كده. اخبط يلا اخبط، ما تتكلمش، قول كمل جنبها. بصوا يا جماعه، الكلبه الموضوع جنبها، بس سيب على طول، سيبه لها. هي هوجو. لا 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 لا. جاي له ليه طيب؟ هوجو يلا على جو، يلا جو. هو ان هو مقصد هنا هوجو كان بيعرف سيف، بيقول انا مش عضضة، هعدي لك اليوم على خير. لو سيبها عايز لها تعرف سيب. عمل معاه ايه خليك ما متابع. شاء الله يعني الكلبه ما خافتش من الكرباج، ما خافتش من الصوت في ايد حد، ما خافتش من اي حاجه. تعال نمسك محمد، نمسك محمد حاجه بتعمل صوت تاني، مثلا ازازه، اي محفز. لو عندك حاجه قولها لي في الكومنتات، عايز اشوف بيجا بتعض ايه. هنا بالازازه هتعامل معاها بالمؤثر السمعي واللمسي، وهحاول المس جسمها بطريقه قويه شويه لان الازازه مش مؤذيه. قول لي ايه رايك في رد الفعل. ما شاء الله يا جماعه، دي بيجا كانت جايه بتعمل حمام على نفسها، كانت جايه بتخاف من خيالها، كانت مذعوره من كتر الخوف بتنبح على اي حاجه. هي كانت ازعاج، احنا من ساعه ما بدانا الحلقه ما سمعنا لهاش صوت. شفناها في الطاعه عامله ازاي، شفناها في تاهيل الحراسه، ونحط تحت كلمه تاهيل دي مليون خط. انا مش هطول عليكم اكتر من كده، خليها حلقه بسيطه. انتوا لو عندكم اي حاجات عايزين تعرفوها، لو انتوا رجعتوا تهتموا بالحلقات التعليميه وعايزين نشرح لكم واعلمك ازاي تخلي اي كلب من جبان للشخصيه ديت، انت لازم تعمل سبسكرايب للقناه، ولازم تعمل لايك لكل الفيديوهات، وتتابعنا وتشرفنا طبعا بالمتابعه. سيف، هو انت خايف من هوجو ليه؟ انا اول ما جيت هو عمال يبصلي بصات غريبه، وانا المره اللي فاتت كتير وكنا عادي ومفيش اي حاجه ما بيننا خالص. عارف كل ده حصل ليه؟ المره دي عشان التحدي. عشان انا يعني بصيت له في عينه وحسيت له انه يعني انت بصيت له كتير، عملته ان هو جرو وهو مش جرو. يعني هوجو تعال، هوجو انت سكت ليه يا سيف؟ كمل. لا والله كلب عسل جدا بصراحه. سيف بيقول لي الكلب عسل وعينه بتقول كلام تاني، وانا بس ميت انا على بس نفسي حبيت بالضحك. اكسر فتعالوا نخلي هوجو الموضوع بتاع يثبته. الخوف ده، مع ان احنا دلوقتي لو قلنا لهوجو ثبته اقول له لا يا عم، اقول له ثبته، انا اتثبت. ثبته. استنى احنا مش هنسيبهم، حركش. هنصالحهم على بعض. الواد يا عيني نفسه يضحك ومش عارف. ثبت يا هوجو. ايه، تيجي نصالحهم؟ بص يا سيف، انا عايزك، شايف ايدك دي؟ هتنزلها كده كانك هتسلم على الكلب، وانا هخليه يجي يسلم عليك عشان خلاص يبقى صافي يا لبن، ما يبقاش في مشاكل. هوجو كم؟ ايوه خليك كده. هوجو اديله 5، اديله 5. لا 5 5 اهو سلم. ايوه بيديك بوسه كمان يعني 5 وبوسه. عرفت هوجو فاهم قوي، فانا الكلب المتدرب ما يتخافش منه. صدقني ان هو ثبتني فعلا وانا اتثبت بالظبط، وفاهم كل حاجه. ولو خدت بالك هو ايدك اول لما اتحركت هو اداك اشاره بايده، ما تحركش ايدك احسن لك. يعني هو مش هيغلط. العض انا مخليه سر بيني وبينه، لاني ما بهزرش معاه بيه.
وهنخلي هوجو هوجو ثبت بعد بيجا. ما ثبت سيف يثبت ثبتها. بيجا عشان شقية قوي، وهوجو لما ثبتها يلا. بيثبت بيجا بيثبتها من الحركة بس، يعني ما فيش غباوة. فما تقلقش لما تلاقي كلابك بتلعبوا مع بعض، مش كل اللعب بتبقى الكلاب بترخم خلي على بالكوا هي بعض. مش خايفه خالص، دي شيطانه. بص هوجو بيلعبها بقى هو دلوقتي. دي شخصيه هوجو اللي انا عمري ما شفتها مع كلب في حياتي. الكلب بيلعبها بس، يعني هو دلوقتي بيقول لها ما تقرفنيش انا، تعالي في عضاده اهي. لعبهم عنيف شويتين بس عادي. كم. وهنا هعرفك يعني ايه ما ترضاش باي نتيجه من كلبك. بص الطج لما هيقع انا هرفض اخده، فهو هيدوني في ايه ايدي. فخليك مركز برضو اللي جاي. هوريك انا ما بيجا مسكتش ايه، وهي هات في ايدي، بتعمل هات في جارد، ايدي. لاني كنا نسينا هوجو نشوف اوردر جارد او انها تحمي ايه. حاجتها. خليك شكرا. مركز في اللي جاي. شكرا يا محترم يا ابن الناس وفي اوردر المتربيين. جارد اهم نعملها ده حاجه كده. جارد نشيل العلاقه ما بين الكلب واللعبه جارد. بتاعته، اه ونخليه يخاف جارد عليها جود جارد. ويحميها، مش بيجا جارد يبقى عايز جود. يعضها. فتعالوا نشوف هنكمل الموضوع ازاي، وهنكمله لحد الاخر ازاي وهي مربوطه وهي هي مفكوكه. جارد على ده، هي عايزه تعضه، مستمتعه بعض ده اكتر ما مستمتعه بان هي بتحميه. فاحنا تعالوا هنوصلها المعلومه اكتر. جارد تعالوا نخلي حد جارد. تاني يدخل جود وهي جيرل بتجرد جارد. الطج بتاعها، فخلينا جود سيف، وانتوا برافو. قولوا لي ايه يلا رأيكم في جارد النتيجة. انا هسيب الحكم ليكم. جارد. جود جارد برافو، يلا تاني. جارد جود بص جارد. هوجو لا يا اول لما هوجو. بيشوف سيف هيعمل في ايه. يا ابني صلي هنا على النبي، صلي هنا. هوجو والله العظيم نو. انا بحبك. مالكش دعوه بيها هوجو، قلنا خلاص. جارد خدت بيجا جود ربطتها جارد. هناك في اخر يلا تاني. الجنينة عشان هوجو يبقى بعيد عنه شوية. جارد بيجا. جود جارد ما شاء الله، بس تغفله كانت تمسكه من رجله. جارد جود جارد بس. هنا بقى الابطال اللي اتفرجوا على الفيديو للاخر يستاهلوا يشوفوا النتيجة النهائية للكلبة مع صاحبها. وعايزك تتخيل معايا يعني ايه صاحب الكلبة بقاله شهر واسبوع سايبها وعمره ما دربها، وجاي بيطبق التدريبات من غير تريد. فيش في ايده اي حاجة زي ما احنا شايفين. Stop. Sit. Down. Good girl. انت حلو يا كوتش. يلا تاني معلش بقى، ده هاخد لي الحرف على بعضه. He. Bigger. He. كيكه. بعد كده ست في داون في ستي. ما تخافش، بص هزتك. بمناسبة الهزة دي يا جماعة، كلبك هيفضل يعمل لك تيست من أول يوم في البيت لحد بعد عمر طويل. فاوعى كلبك يهزك تحت أي ظرف. لازم تبقى واثق جدا إن كلبك هو أنت. اديها ست وشك. يلا اديها ست من دلوقتي، اقف قدامها واديها ست وفايف، خليها تسلم عليك. فايف 5. ان شاء الله. Down. Stay. وعايزك كمان ما تقيمش بيجا، انا عايزك تقول لي ايه رايك في اداء الباشمهندس محمد. نديله كام من 10؟ Good girl. شفنا بيجا يا جماعه، شفنا بيجا كانت شخصيتها عامله ازاي. من كلبه بتعمل حمام على نفسها، عندها لين في العظام، ما عندهاش اي ثقه، ما فيش اي باور ولا اي مجهود، بتمشي خطوتين بتنام. لبيجا اللي انتوا شايفينها ما شاء الله ما بتخافش من اي شيء موجود في الدنيا. مش هطول عليكم اكتر من كده. لو رجعتوا تهتموا بالمحتوى التعليمي وعايز تتعلم ازاي تتعامل مع كلبك، انت لازم تتابعني. انا اسمي مدحت الحسيني، والقناه اسمها قناه مستر هوجو. ده مستر هوجو، ودي بيجا اللي اتحولت وللاسف هتمشي النهارده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.